تاخد بيوت الدعاره كانت موجوده في العالم كله، موجوده عندنا في مصر، كانت قبل الثوره وكانت موجوده في مصر وموجوده، وترخيص بيوت الدعاره دي مش مالهاش علاقه بالدين. انا بقول ان فيها حمايه للمجتمع وحمايه للي بيشتغل فيها. لما بتقنن اي حاجه انت بتحط لها قوانين وبتحط لها اسس. الدعاره مهنه موجوده في العالم كله، مش عندنا ولا في العالم كله، ومن زمان قوي مهنه موجوده. هم بيعملوا العلاقه اوكي، بس مش انا تقنينها، لا، بس ان هي موجوده انا متقبلاها كفكره ومتقبلاها ان انا يبقوا موجودين. اكيد ما هم بيقولوا لنا في جنه ونار. انا بقول هو ده تخويف بيرهبوك، لكن ده يمكن يكون ربنا قاسي كده. يعني لما تسمع النار هيعملوا فيك ايه وايه وايه، يعني يقول لك ربنا يعمل فيك، مش ممكن، هو مش فاضلنا. طبعا ضد الحجاب، انا شخصيا ايناس الدغيدي مش هلبس الحجاب وضد الحجاب. انك تعملي العلاقه دي قبل الجواز وعارفه ان الشخص ده هتتجوزيه في يوم من الايام. انما لو انا مثلا مخطوبه لواحد وخلاص انا هتجوز وحصلت العلاقه قبل الجواز لمعرفه ان احنا حياتنا هتمشي كده، مقبوله. مساكن عشتيها؟ كان مع جوزي قبل ما اتجوزه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، بنلتقي النهاردة مع موضوع جديد وشائك من تصريحات إيناس الدغيدي اللي قلبت الدنيا، وبقالنا فترة السوشيال ميديا مولعة والترند مش بيتغير، والسبب تصريحات إيناس الدغيدي في برنامج تلفزيوني اتكلمت بيه عن مواضيع حساسة جدا زي بيوت الدعارة والجنس قبل الجواز والمساكنة والحجاب والجنة والنار. كلامها عمل صدمة لناس كتير جدا، وناس تانية شافوا إنها بتعبر عن أفكارها بصراحة، بس في كل الأحوال مفيش حد سمع الكلام ده وساب الموضوع يعدي بالسهل. الناس بتقول إن بيوت الدعارة كانت موجودة بشكل رسمي في مصر قبل ثورة 52، وكانت الحكومة مرخصاها، وإن ده كان بيحمي المجتمع والستات اللي بيشتغلوا في المجال ده من المخاطر والأمراض زي الإيدز وغيره. بتقول إن دول كتير زي ألمانيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية عندهم نظام مشابه، وبيفرضوا ضرائب على البيوت دي وبيكسبوا منها. والفكرة بقى اللي أثارت الجدل هي إن ليه ما نرجعش نرخص الدعارة تاني؟ صح يا جماعة، ليه ما نرجعش نرخص الدعارة تاني والبلد إسلامي وفيها أزهر شريف، والديانة الإسلامية هو الدين الأول للدستور وهو الدين الأول للمجتمع، وأغلبية السكان مدينين بالديانة الإسلامية. ليه ما نرجعش يا جماعة تاني نرخص الدعارة؟ من وجهة نظرها الموضوع ممكن يقلل التحرش والاغتصاب، لأن الشباب اللي مش قادرين يتجوزوا هيلاقوا بديل قانوني، وكمان الدولة هتبقى متحكمة في الموضوع بدل ما الحاجات دي بتحصل في السر وبتنتشر الأمراض بسببها. طبعا الناس على السوشيال ميديا هجمتها بشدة وقالوا إن الكلام ده مش منطقي ومش مقبول، وإن إحنا نرفضه دينيا واجتماعيا، ومصر عمرها ما كانت دولة بتدعم الحاجات دي حتى لو كانت موجودة من زمان. من التصريحات كمان اللي فجرت غضب الناس لما قالت إنها عاشت مع جوزها 9 سنين من غير جواز، وإن ده كان قرار مشترك بينهم لأنهم كانوا واثقين إنهم في يوم من الأيام هيتجوزوا. صوت يا جماعة، الله، اقعدي مع أي واحد عاجبك، ما أنت هتتجوزيه في الآخر، حتى لو اداكي بومبا جربي مع غيره، مفيش مشكلة. لو البنت واثقة في الشخص اللي بتحبه وعارفة إنها هتتجوزه، إيه المانع إن هي تعيش معاه قبل الجواز؟ يا متخلفين يا غير متحضرين. وكمان كلامها كملته وقالت بإن الجيل الجديد بقى أكثر انفتاحا وقابلية للفكر ده، وبتؤكد إن 60 ل 70% من الشباب دلوقتي ما عندهمش مشكلة إنهم يتجوزوا بنت كانت على علاقة جنسية بشاب قبلهم. السؤال هنا، هل فعلا المجتمع المصري
بقى متقبل الفكرة دي، ولا دي مجرد آراء فردية مش بتمثل الأغلبية؟ أكتر حاجة خلت النار في حالة صدمة والناس تتجنن من كلام الولية دي لما قالت مين قال لنا إن في جنة ونار، وإن الكلام ده مجرد تخويف وترهيب للناس، وإنها مش مقتنعة بفكرة إن ربنا قاعد يراقب كل شخص ويحكم عليه في كل لحظة، وكأن ربنا متفرغ بس لمراقبة البشر. الكلام ده فتح باب نقاش كبير جدا يا جماعة، وناس كتير شافوا إن الكلام ده خطير، لأنه بيحاول يشكك في أمور ثابتة وبيقلل من أهمية الحساب يوم القيامة. لما سألوها عن الحجاب ردت بكل صراحة وقالت أنا ضد الحجاب تماما، ومهما حصل مش هلبسه. خلاص يا ست ما تلبسوهوش، يعني خسرنا احنا كتير يعني. حتى لما المذيعة سألتها طب انتي كبرتي في السن، مش ممكن تتحجبي بعد العمر ده؟ وكان ردها قاطع، لا طبعا لا، ومش شايفة أي سبب يخلي الست تتحجب. طبعا الناس على السوشيال ميديا اشتعلت بالنقاش، وكتير قالوا إن ده رأي شخصي ليها، بس مش لازم تفرضه أو تروجه، أو إن هي يعني تدعو الناس لاعتناق هذا الفكر كأنه حاجة طبيعية. الناس قالت إن معظم أصدقائها من المثليين الجنسيين، وإنهم ناس طبيعيين زي أي حد، وإن المجتمع لازم يتقبل وجودهم لأنهم موجودين في كل حتة، وعددهم كبير جدا على حد تعبيرها. حتى لما المذيعة سألتها طب ليه الجواز أصلا لو مفيش خلفة، ردت وقالت هو الجواز للإنجاب بس، ما ممكن اتنين يعيشوا مع بعض كده عادي طالما هما متفقين. الكلام ده صادم جدا جدا للناس اللي شافوا انها بتحاول تروج لأفكار بعيدة تماما عن عادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي. وبعد التصريحات دي الدنيا اتقلبت، والناس على السوشيال ميديا انقسموا بين اللي شايف انها حرة في رأيها ومن حق اي حد يعبر عن وجهة نظره حتى لو مختلف عن الأغلبية، واللي شايف ان الكلام ده غير مقبول تماما وبيخالف الدين والتقاليد وانها بتروج لحاجات بتدمر المجتمع. الأغرب بقى ان ده مش أول مرة تتكلم في المواضيع دي، هي قالت نفس الكلام ده من سنين، لكن بما ان البرنامج كان مباشر فالكلام انتشر بشكل أسرع وبقى ترند بسرعة الصاروخ. اللي حصل بعد تصريحات إيناس الدغيدي مش مجرد ترند بيجي ويروح، ده دليل على إن في أفكار جديدة بدأت تظهر في ناس مؤيدة ليها وناس ضدها تماما. لكن السؤال الأهم لازم نسأله، هل بجد المجتمع المصري بقى متقبل لفكرة العلاقات قبل الزواج والمساكنة وحرية الجسد زي ما هي بتقول، ولا دي مجرد آراء فردية مش بتمثل الأغلبية؟ حقيقي الآراء دي يا جماعة مش مجرد آراء، دي حاجات أفكار في منتهى الخطورة إن هي تعرض على شبابنا الصغيرين وعلى بناتنا. والأخطر من كده أن يعتنق بعض الشباب هذه الأفكار فيؤمنوا بالمساكنة وبالبتاع ويروحوا يعيشوا مع بعض بدون زواج. وإحنا أولا وأخيرا مجتمع إسلامي ملتزم بنحب ديننا، بلد الأزهر الشريف. شكرا لحضراتكم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.